بطحن الرز في المطحنة بتاعة الخلاط لحد ما يبقى معايا بودرة كده بالمنظر ده، وأضيف عليه حزمة بقدونس وحزمة كزبرة تكون متقطعة، وتوم مهروس، وبصلة متوسطة الحجم كده، وعليهم مكعب مرق وشوية الملح وبهارات لحمة، وأضيف عليهم نص كيلو لحمة مفرومة. أخدهم بقى أضربهم في الكبة كويس جدا. بس الرز بيتطحن في مطحنة الخلاط مش في الكبة عشان يبقى معاكي بودرة وناعم جدا بالمنظر اللي انت شفتيه ده. هتطلع معاكي أحلى كفتة رز تعمليها في البيت بقى من غير ما تضطري تروحي تطحنيها عند الجزار. رهيبة. بس هتتقلي معاكي وهتطلع ممتازة. لكل نص كيلو لحمة كوبايتين من الرز، بطحن لها كوبايتين رز. بصي المنظر تجنن. حطيها بقى في الصلصة واعملي جنبها شوية رز وألف صحة.